لو سألتك الكلاينت وهو بيختار ماركتنج ايجنسي او ميديا ايجنسي او سوشيال ميديا ايجنسي مع اختلاف المسميات، امتى تقول له اهرب؟ والله يا دكتور احمد، بص انا عن نفسي يعني في حاجات كده ساينز معينه اول ما بسمعها بهرب من اي حاجه. يعني كلمه باقات او باكجز، اول ما يقول لك باقات دي انا فعلا بقلق منها، بحس ان في ايه، مرعبة. في سامثينج كده، انا صبايا في الموضوع. فما تيجي بقى تتكلم على ماركتنج ايجنسي ما يقول لك باقات، باقات انت عارف دي باقات يعني ايه؟ معناه انه اصلا عنده بدلة واحدة عايز يلبسها لكل او الناس 4 بدل، يعني يقول لك انا عندي مثلا. 3 باقات 4 باقات. صح. على فكره هم الناس مش 4 مقاسات بس، اه الشركات والبيزنس مش 4 مقاسات، مقاسات كتير. فانا لما اقول لك دلوقتي انا هديك 4 مقاسات 4 باقات 3 بوست و4 ريل، لو عليت شويه هو مش ده اللي مطلوب في الماركتنج خالص. فانا لو مظبوط. سمعت كلمه باكجز او باقه، بنصح العميل او انا بنصح نفسي ان انا اهرب من اي حاجه فيها قصه باقات. حته كمان ضمان النتائج في الماركتنج. طبعا احنا المبدا اللي عندنا الاساسي في الماركتنج، اي حد ماركتير عارف ان الماركتنج از ترايل اند ايرور يعني. فلما انا اجي اقول لك تعالى انت هتصرف كذا عشان تاخد كذا من اول يوم، من غير ما اعمل تيستنج ومن غير ما اعمل بادجت مظبوط، من غير ما اعمل استراتيجي، من غير ما اعمل بلاننج، لا اهرب لما حد يقول لك انا ضامن النتائج، اهرب. انا شايف النقطتين اللي بتتكلم عنهم دول اكتر حاجة بتربط ما بينهم هو عدم الدراسة. هو أيوة. معنى ان هو بيقول لي تعالى انا عندي باقة 1 أو 2 بلاتينيوم او ذهبية او whatever، ده معناه ان هو اصلا مش بيشخص، معناه ان هو فاقد لاهم جزء في الماركتنج، ان هو يدرس الموضوع. ولا رايك ايه؟ وبالتالي ده بينطبق على المثال بتاعك التاني. حقيقة ان احنا دلوقتي هو حقيقي اللي موجودين في السوق، كلمة ماركتنج ايجنسي بمعنى ماركتنج ايجنسي اللي احنا نعرفها هي قليل قوي. مظبوط. وحصل زي شبه ايه، عارف السوق متلخبط. يعني في ناس كتير ميديا ايجنسيز، مع احترامي الميديا ايجنسي طبعا ودورها الكبير في الجزء اللي هم بيقوموا بيه، في كتير من الميديا ايجنسي قال لك احنا ماركتنج ايجنسي. كتير من السوشيال ناس طلعوا ديزاينرز، جاب ميديا باير فطلع قال لك يلا نعمل تيم، احنا بقينا سوشيال ميديا ايجنسي. بيتكلموا كأنهم ماركتنج ايجنسي. انا بشوف تملي ان الناس فاكره ان الكومبوننتس التنفيذيه بتاعه الماركتنج هي الماركتنج، ودي مش حقيقه. يعني بمعنى لو جينا سالنا وفكرنا مع بعض، هل لو انا دلوقتي عندي الميديا باير هو اللي يمثل الماركتنج توتالي، ولا مثلا لو حطينا معاه جرافيك ديزاينر، ولا لو حطينا معاه كونتنت رايتر؟ طب ما كل دول في النهايه مش ماركتنج كامل. ولا انت شايف ايه؟ مظبوط. هو اللي بيحصل كتير زي ما احنا بنشوف ان يجي مثلا حد جرافيك ديزاينر زي ما كنت بقول من شويه، ويقول لك يلا انا بفهم حلو، بعمل ديزاينز حلو السوشيال ميديا، طب ما بالمره اكتب المحتوى، طب ما بالمره اتعلم شويه اعلانات كده وانا بامسك صفحات. كلمه امسك صفحات دي حاجه بالنسبه لي في الحقيقه يعني مستفزه جدا. اصل كلمه امسك صفحه دي على ليفل سمول بزنس او عميل صغير معهوش بادجت، يعني ممكن لما انا اجي اتكلم على ليفل الماركتنج ايجنسي، الموضوع اكبر واعم من كده بكتير يا دكتور أحمد. يعني انت بتتكلم في زي ما انت قلت كومبوننتس، ميديا باير، استراتيجيست، بيرفورمانس ماركتير، ديزاينر، فيديو اديتور، حاجات كتير جدا. عارف الموضوع ده بيفكرني بايه بصراحه؟ يعني هو مثال فكرني لو انا رايح اصلح عربيتي، واحد بيقول لي انا ما بعرفش استخدم غير المفتاح 13. طب افرض العربيه هتتصلح بتولز تانية، محتاجه جهاز كشف، محتاجه كمبيوتر، محتاجه وتبقى، بيقول لي انا ما اعرفش غير السوشيال ميديا، انا ما بشتغل ديزاين 8 بوستات بعملهم على الفيسبوك وهو ده تمام، وهي دي الباكج اللي عندي. ده بالظبط بيفكر. لا احنا بنشخص ونشوف الكلاينت او الاكونت دوت البيزنس ده محتاج ايه، محتاج تعمل له جوجل ادز، يبقى هو ده البلاتفورم المظبوط ليه، تعمل له اوفلاين، تعمل له ايفنت، تعمل له بيرسونال براندنج وات ايفر او كذا حاجه. ولو اعتمدت على كل التولز بتبقى او البلاتفورمز بتبقى عايز من كل حاجه. الفيسبوك هستخدمه الاويرنس، التيك توك هعمل مثلا حاجه ايموشنال كده يعني اكسبيرينس معاه. ولا شايف ايه؟ شايف ايه في النقطة ديت وأثرت قد ايه على الماركت؟ حتة ان احنا بقينا بنفرض على البيزنس التولز اللي معانا. والله هي قاعدة عامة طبعا كلنا دايما بنقولها there is no one size that fits all. فأنا النهاردة لما أجي أقول أنا هعمل باقة أو هستهدف الجمهور بتاعك من خلال السوشيال ميديا، ميتا مثلا ادز، تيك توك أو whatever، وهبقى هقتصر الموضوع على كده،
هو احنا ناسيين اصلا ان ديجيتال ماركتنج هو حته من الماركتنج عامه، تول من التولز. يعني احنا عارفين الماركتنج 7 بيز و4 سيز والكلام دوت. البروموشن جواه الادز، جواه السوشيال ميديا بروموشن، ده حته من الصوره الكبيره قوي. فتخيل لما انا اشيل كل ده واقتصره في الاخر على ان احنا نقول يلا نعمل بوستين وفيديوهين، او يلا نعمل انا ميديا باير وهجيب معايا 2 ديزاينر او ديزاينر فيديو اديتور وتمام كده بقيت انا ماركتنج ايجنسي. ففعلا هي الموضوع اكبر من كده بكتير. فكرك بمثال عدى علينا، فاكر لما جالنا جراح تجميل وكنا في الوقت دوت قدامنا كل الاوبشنز كانت مفتوحه، هو الراجل ما كانش له كاستمر عارفه، يعني كنا زي ما بنقولوا ايه من البدايه شخص شاطر جدا، جراح ممتاز جدا جدا جدا، لكنه بيشتغل عمليات من خلال اماكن معينه. فاكر في الوقت دوت احنا ابتدينا نفكر ازاي؟ طبعا هو انت ساعتها سواء دكتور جراح تجميل او اي حد باي تخصص بيجيلك، فانت النهارده بتبدا تشوف الاودينس بتاعه موجود فين وازاي هتارجته. لكن في عامل مهم هنا، البادجت اللي معاه قد ايه. لان انا النهارده ممكن اقول والله انت الاودينس بتاعك موجود على جوجل سيرش، فانا هشتغل لك جوجل ادز مثلا، نعمل لك ويب سايت وهنشتغل شويه اويرنس او ترافيك من على ويب سايت، من على السوشيال ميديا، من على تيك توك. طب ممكن يكون البادجت بتاعه في الوقت الحالي لا يسمح. فهنا بقى القرار الاصعب كمان، انا هشتغل انهي بلاتفورم مع العميل اللي جاي لي ده. لكن انا فاهم اللي انت قصدك عليه دكتور احمد، ان النهارده مش كل الناس هختار لها كل نفس البلاتفورم، مش هي حاجه واحده تمشي مع كل الناس. انا حبيت اقول المثال دوت لان احنا ايامها احنا ابتدينا نشوف الكلاينت موجود فين، ماشي، البيشنت دوت اهتماماته ايه. طيب انا هستخدم الفيسبوك في الوقت دوت، انا عايز اعمل تراست. نفس الوقت الويب سايت لازم يكون فيه تستيمونيالز وفيه ريفيوهات عن الطبيب، مهمة جدا. طب كده الجو بقى مهيأ تمام، يلا نعمل جوجل اد، السيرش كيورد مع السيو. طبعا انا عايز الشخص اللي دخل بمحض ارادته كتب افضل طبيب تجميل في مصر، فده خلاص ده شخص داخل بيدور عليك، الدنيا تمام، والبزنس يسمح زي ما انت قلت ان البادجت برضه بتحكم في المجال، لكن كان تشخيصنا هو ده افضل حاجه. واظن احنا في خلال اسبوع كان الدكتور بيجيله عمليات ما شاء الله. هو كان في حاجه كمان مهمه، حته نرجع لها تاني بقى. انت دلوقتي عايز تعمل ويب سايت لحد زي ده صح؟ مين اللي هيعمل ويب سايت؟ يعني الكونتنت بتاعه والفيجن بتاعته اللي من وراه عامله ازاي، براند ايدنتيتي، النو هاو اللي ورا ان انت تبني ويب سايت زي ده. اقول لك الشائع في السوق في صراحه، الشائع في الماركت الديفلوبر عموما بيسال شويه اسئله للكلاينت وبس. بالظبط. لكن في الشركات الكبيره والناس اللي بتشتغل صح او بتعمل براندنج بشكل مظبوط، هنا بيبدا في اناليست بيبدا يحلل الريكويرمنتس اللي العميل بيبعتها، بيبقى في ماركتنج مانجر، بيبقى في كوردينيتور ما بين الماركتنج وما بين الديفلوبر. في حاجات كتير قوي، مش مجرد ان انا هجيب كونتنت كريتور اقول له يلا اعمل لي الكونتنت اللي هتحط في الويب سايت. مظبوط. الموضوع مش بالبساطه دي. فلما احنا بنيجي نتكلم ونقول ماركتنج ايجنسي، احنا بنتكلم على حاجه اكبر بكتير من مجرد تصوير فيديوز او ديزاينات او ميديا باينج. موضوع اوسع من كده بمراحل يعني. وده للاسف الفكره اللي متاخده غلط في السوق حاليا عن شركات الماركتنج. يعني اي حد بيعمل ديزاينين مع اعلانات او بيتقال عليه ماركتنج ايجنسي، ده مش مظبوط خالص. ده حقيقي. انا بشوف ان الترجمه بتاعت الماركتنج لما تسمي التسويق، انا شايف انها كانت محتاجه تترجم في 3-4 كلمات شويه، كانت هتوضح الموضوع. النقطه الثانيه، احنا لو هندي مثال، فكره كنت بتكلم معاك بقول لك هو عامله زي عربيه الجي بي اس بتاعها او الشخص اللي قاعد على الدركسيون هو ده الماركتنج. بس هي العربيه جميله، فيها ديزاينز حلوه، يعني فيها صالون حلو والدنيا كلها تمام، بس العربيه هتمشي بس في انه اتجاه. موضوع انت كنت بتتكلم على ذكر موضوع ان تسميه الماركتنج كتسويق باللغه العربيه ظلمته. هي الناس مفكره كلمه ماركتنج يسمع تسويق فبيتخيل حد النهارده ماسك شنطه وماشي بيلف، او حد قاعد على النت بيشير في الجروبات يقول لك انا عايز اتعلم التسويق. مظبوط. او انا عايز اسوق للمنتج بتاعي. فعلا. بيخلطوا ما بين كلمه بيع ايوه والتسويق. يعني هنا في شعره او فاصل ما بين الاثنين، بيخدموا على بعض، والاثنين من غيرهم بركه بتمشيش. وفي كل الشركات وفي كل الدنيا السيلز هو الدينامو والماركتنج هو المايند اللي بيفكر.
او البوصله، لكن الناس في العادي مش فاهمه ده، ومتخيلين ان كلمه تسويق يعني بيع. يقول لك يلا انا عايزك تيجي تسوق لي للمنتج او الخدمه بتاعتي. فهو كل اللي جاي في دماغه مبيعات، مش جاي في دماغه بقى انفستمنت، مش جاي في دماغه براند اويرنس او براند ايدنتيتي او تون اوف فويس، مش جاي في دماغه كل الكلام ده. هو عايز النهارده يحط جنيه يقول لك انا صرفت جنيه جاب كام. وعلى فكره ده من اخطر الحاجات اللي ممكن توقع بيزنس. حقيقي. الدين انت فاكر حاجات عدت علينا زي كده دكتور احمد، اللي هو عميل بيبقى جاي معايا يقول لك انا عايز اصرف كذا اجيب كذا، انا عايز ابقى مليونير بكره. يعني احكي لنا كده. هو الحقيقة احنا الماركتنج والاكسبكتيشنز من اخطر ما يكون. أيوة. فكرة ان ممكن من غير ماركتنج نجيب بيع، على فكرة ده ممكن يحصل عادي جدا جدا جدا، لكن من غير الماركتنج عمرنا ما هنعمل براند. من غير الماركتنج مش هضمن لك عملية بيع مستمر. بالنسبة لنا كنا بنقول ان اللي هو ما نعملش الاستيك كيرف او نخلي، مش بالضرورة ان انا كل ما ازود ضغط على البيع في ده البراند الكويس، مش بالضرورة ازيد البيع او يقل، ده خلاص ده براند. فاللي لما بيبقى العميل باصص لقدام معاك وشاري الفيجن بتاعتك ان انت عايز تبني له براند، في يوم من الايام يبقى احتياجاته قليلة جدا من الشغل، هي دي بقى. هو زي ما احنا قلنا في الاول يا دكتور احمد، انت قلت لي امتى تقول للعميل اهرب من ماركتنج ايجنسي. احنا احيانا ممكن نهرب برضو من عميل مظبوط. العميل اللي ما عندوش الفيجن حصلت او مش هيفهم معاك قصه ان انت لازم زي ما انت النهارده بتيجي توضب المحل بتاعك وتجيب بضاعه، لازم يبقى معاك قرشين يكفوك مصاريف الماركتنج مده 6 شهور على الاقل. انت مش مستني منه مكسب حصل. واللي جاي المفروض تصرفه برضو في الماركتنج. فاكر كنا بنبتدي في الاول خالص كنا محتاجين عملاء، وكان ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكنا قاعدين مع عميل وقلت سالته سؤال، قلت له لو اختلفنا في الفيجن واختلفنا في قرار معين، قرار وقتها هترجع لرأي مين؟ فاكر؟ فاكر رد اجابه قال لك رأيي انا اللي هيمشي. أيوة. شكرا. لا شكرا. كنا محتاجين. فاكر؟ لا وفاكر مرة أنا مع حد تاني قاعد معانا وقال أنا عايز أعمل ماركتنج كذا يعني. فلما كنت أنا معاك لما قلت له معاك بادجت، أنت قلت له كنت صريح جدا وقتها. أيوة. في الشهر كذا لما البيزنس بتاعه كنت عارفه وشغله بالفعل بالظبط. قلت له أنت محتاج في الشهر تقريبا كذا. أيوة. لمدة 6 شهور مظبوط. محتاج الرقم الفلاني تبقى مستغني عنه. كنت مبسوط من صراحتك جدا. إيه؟ لا انا معيش، كان هيضيع فلوسه. طب انا كنت ممكن بالسهوله اقول له يلا بينا تعالى نعمل اعلانات ويجي له مبيعات وهيبقى مبسوط وتمام، ويجي بعد 6 شهور بعد السنه يلاقي نفسه شكرا فلوس خلصت. ده امتى يحصل؟ او ده الشائع اللي بيحصل نتيجه ان هو مفيش بيرفورمانس ماركتنج، مفيش الرأي اللي بيتحكم هو رأي البوصله. ايوه. لا هو رأي اللي بيتحكم هو شويه ميديا جمال شكلهم حلو جدا على فكرة، وميديا، وممكن على فكرة يعملوا شوية دوشة، بس دوشة في أنه اتجاه. وهنا بقى أنا عايز أسألك سؤال، هو أنا النهاردة لو شهرت حد، يعني أنا ما فكرناش زي ما احنا بنفكر، وما فكرناش في تارجت بيرسونا، ما فكرناش في العميل الأول اللي احنا رايحين له والمشكلة اللي بنحلها، بس عملنا دعاية، عملنا في الإعلانات نختار كله والدنيا انتشرت وجاب يعني. هي الصورة اللي وصلت ايه؟ انت عارف انا قصدي ايه؟ سستينابيلتي. انت اللي هو البراند، انت حفرت انه صورة. مظبوط. انت ممكن تبقى شغال وبتبني بس بتبني غلط. يعني عمال بتصرف وبتجيب مبيعات، عامل زي بالظبط اللي بيبني عمارة. أيوة. على اساس مش مظبوط. ده بالظبط يا جماعة اللي بيشتغل سيلز او بيشتغل اعلانات وبيصرف من غير ما يكون في فيجن او استراتيجي او ماركتنج مايند سيت للموضوع. مظبوط. يعني انا من ضمن الحاجات الغريبه اللي بشوفها دايما على السوشيال ميديا، تلاقي حد داخل على الجروبات، جماعه انا عايز حد يعمل لي اعلان ممول. يعني ايه اعمل اعلان ممول؟ على فكره لما حد بيجي يقول لي اعمل لي اعلان ممول بجد بقول له نصيحه بلاش، انت هترمي فلوسك على الارض. مفيش حاجه اسمها اعلان ممول. مظبوط. في حاجه اسمها تعالى اعمل لي ماركتنج وبني البراند بتاعي. مظبوط. معاك تصرف، معكش نصيحه بلاش. ممكن تعمل اعلان ويجيب لك شويه ترافيك تفرح بيها، يجيب لك بيعتين هتفرح بيهم، بس بجد لو انت حسبتها على اللونج تيرم انت قطعا انت خسران. لسه كنا اول امبارح بنسال كلاينت معانا ايه، قول لنا في جمله واحده
ايه الفاليوز اللي بيقدمها البراند. بالمناسبه البراند ده شغال بقاله 20 سنه حقيقي. فسالناه ايه الفاليوز اللي بيقدمها. الراجل جاوب في 4 كلمات، كذا وكذا وكذا وكذا. ممتاز. هنا ابتدينا احنا لسه بنشتغل معاه، لسه بالظبط. بنقول يا هادي، وبناء عليه هنا بقى تيجي البوصله. هو انت عايز كل التاكتكس اللي ورا منه، ميديا وكونتنت وتارجت كلاينتس وكل تخدم الكلام، على نفس الفاليو. عشان في النهايه يلاقي عنده هديه جميله اتعملت له، ان بقى عنده براند محفور في ذهن الناس بالاربع فاليوز ان دول. هو بيقدم الفاليوز. طب قول لي ده هيعمله ازاي اذا كنا شغالين من تحت لفوق مش من فوق لتحت؟ مظبوط. بيتهيألي محدش فينا هيبقى متحمس وبيدافع عن كل التايتلز اللي انكلودد في الماركتنج بيتهيألي اكتر مننا. حقيقي. دي عشان بس لأنك نحسم الجدل في النقطه دي. مقدر دور كل حد فيهم قد ايه هو كروشال معاك. طب تمام، يبقى نتكلم بقى احنا بصراحه. كنا بنتكلم امبارح في الموضوع ده لو تفتكر. انا فاهم، بس انا هسألك بقى، بما ان احنا عادي احنا كلهم احنا تقريبا لعبنا كل الادوار ديت او بنحبها او اتعلمنا جزء منها. ساعات بلاقي ان في بعض الحاجات خدت مساحه اكبر من مساحتها. يعني مثلا موضوع الميديا باينج، والميديا باينج ممكن يبقى كل البروسيس ينفع. والله هو زي ما قلت لحضرتك يا دكتور احمد من البدايه، ان حته الميديا باينج هي جزء من البروموشن اللي هو جزء اصلا من الماركتنج. فانا ازاي ان انا اقول انا هستغنى على كل الماركتنج واشتغل بس بميديا باينج حتى لو معاها ديزاينز، لدرجه ان قال لك حتى ديزاينز مش مشكله الكواليتي بتاعتها. في ناس قال لك كده تمام، في ناس تانية قالت لك المحتوى يا ملك، وكلنا بنقول ان المحتوى اهم حاجه. طب ما ايه رايك بقى ما تيجي نشتغل اورجانيك من غير ميديا باينج خالص؟ طب انا نجيب بقى ملك، بص بطل العالم في المحتوى اللي عنده النو هاو اللي يقدر يعمل فيديوهات العالم تجيب فايرال ريتش، تمام، ونلغي بقى قصه الميديا باينج والفلوس والمصاريف ونشتغل اورجانيك بس. طب انا هكمل معاك الاول في موضوع الميديا باينج. طب الميديا باير النهارده قدر من خلال الاعلان اللي هو بيعمله انه يتست الكرييتيف الكويس، ومعاه ديزاينر شاطر قدر يطلع له حاجات بتلمع وحاجات جميله ومعبره وتاتشنج بين بوينت. فالاعلان بان له من الكي بي ايز بتاعت الاعلان ان الكرييتيف ده ممتاز، وكده خلصت الحدوته. احنا قلنا هو ستيل هو برضو جزء حلقه من السلسله، صح فما كده؟ كانتش السلسله كلها متربطه مظبوط. انا دايما بمثل الميديا باينج ده بالسيلز والماركتنج في الشركات العاديه. فاحنا بنقول ايه؟ الماركتنج هو المايند سيت اللي بيرسم الاستراتيجي وبيحط كل الافكار، والسيلز اللي بيطبق ده عشان يجيب المبيعات، بس تبقى المبيعات ماشيه في الشكل الايه او في الاطار المظبوط في الاستراتيجي المظبوطه بتاعت الشركه. فبالظبط ده نفس الكلام. تخيل انا النهارده قلنا هنجيب ديزاينز والفيديوز اللي احنا عارفين ان هي هتجيب معانا، هتنجح في الاعلانات، تشتغل ميديا باينج، وهنبيع، هنعمل اعلانات وهنجيب مبيعات. فين البراند؟ ايوه هو ده الكلام. تعال نكمل بالميديا باينج اللي بيجيب بيع لمده 6 شهور سنه. اقول لك حاجه اتفضل. انا مش عايز ان الجنيه يجيب 5 اللي بيقولوا ار او اس وننزل ونطلع كيس استاذ ويقولوا هتصرف جنيه يجيب 5 جنيه يجيب 10 والكلام دوت. لا، انا عايز لما اوقف ميديا باينج في يوم من الايام البراند يفضل يبيع. كاري اوفر انا مش حتى ولو 20% من البيع. بالظبط. هنا بقى بقعد اقول ايه، هو البراند بتحفظ ازاي؟ يعني انا ازاي قدرت مرسيدس ان هي تسيب كلمة لاكجري على مجرد ما تفتكر اللوجو بتاعها؟ ما هو ده حصل من خلال عمليات بيع موجهة من خلال ماركتنج استراتيجي مستمرة قدر ده يتحفظ. حلو. تخيل ان انا عمال اصرف على ميديا باينج سنة وجبت مبيعات، بس لما تيجي تسأل الكلاينت انطباعك عن البراند ايه او ايه اللي واصل لك او ولا حاجة. خلينا نقول حاجة، يعني النهارده انا باجي اتكلم على سمول بيزنس قصة، وممكن سمول بيزنس ما يبقاش قد ان هو يصرف في ماركتنج او يعمل براندنج، ان هي مسألة مكلفة جدا. فيقول لك والله انا هشتغل سيلز بس، هشتغل ميديا باينج، هشتغل اعلانات بس تكون بروفيتابل بالنسبة لي على اللونج على الشورت تيرم. لكن هل الشركات الكبيرة تقدر تشتغل بالطريقة دي او تكمل؟ هل انا لو عايز ابني براند سستينابل براند، هل ينفع ان انا اشتغل بس اعلانات؟ طب ينفع اشتغل اورجانيك بس؟ طب انا هنا حتى على البيزنس الصغير، هو لما جه احنا عارفين ان الماركتنج بادي من اول ما من قبل ما البرودكت نفسه يكون موجود. الماركتنج بادي من عند الكلاينت اللي كان عنده مشكلة. طيب هو البيزنس الصغير ما عندوش، مش كان يوم ما فكر في البرودكت ده كان مفكر في مشكلة؟ انا اقصد بالسمول بيزنس يا دكتور احمد، مش البيزنس اللي بتحل مشكله موجوده كستارت اب او كحاجه او حاجه مش يونيك بقى، حاجه مثلا حد عنده مثلا
سمول بزنس، دكتور عنده عياده صغيره، محل عايز عنده شويه بضاعه عايز يبيعها، هو مش قد ان هو يعمل براندنج او يجيب ماركتنج ايجنسي ويصرف فاللي قدامه ايه؟ حاجه من الاثنين، يجيب حد على قد ايديه يقدر ان هو يلم له الدنيا بادجت المتاح بالنسبه، يا يتعلم بقى هو زي ما احنا بنقول لبعض الناس اتعلم انت واعمل ده بايدك على قد المتاح اللي انت هتصرفه على ان انت تجيب ناس هتتعلم بيه. تمام، هي مش خساره في الاخر، انت هتتعلم بيه على قد البيزنس بتاعك. ماشي بالظبط. لكن احنا دايما نقول للناس اللي عندها بيزنس كبير ايه، نقول له انا عايزك تبقى ما تبقاش فاضي ان انت تقرب. احنا بنقول الجمله دي صح، نقول نجاح الماركتنج ان خلاك تفكر في الاوبريشن بتاعك ازاي تصد على الديماند اللي هيحصل لك يعني وازاي تحافظ على الكواليتي. بالظبط. يعني انا مش متخيل في الحقيقه دكتور كبير ومشهور وقاعد بيعمل راننج الاد او بيبص على ديزاين على الكانفا او حاجه شكلها اصلا مش بروفيشنال وقاعد اصلا يعني شاغل باله بحاجه زي دي. حتى لو طلع حاجه بروفيشنال فهو كده بيقول ضمنيا ان الساعه بتاعته لما يقضيها في شغله مش اغلى من ان هو يقضيها في انه يعمل فيديو. بالمناسبه في دكاتره فعلا عندهم هوايه، القصه دي هوايه وبيطلعوا حاجات جميله قوي. مظبوط. لكن في النهايه هي هوايه الشغل. بالظبط كده. ونجاح الماركتنج ايجنسي اللي معاه ان هي توصل له ان هو يثق ان هي هتعمل له شغل مظبوط ويوصل. هو لو عنده من الفلو اللي يخليه مشغول اصلا، ما ده نجاح الماركتنج. هيبقى اولوياته حاجه تانية طبعا، مش هيكون فاضي ان هو يقعد يشتغل يعمل جوجل ادز ولا يقعد يعمل ديزاينز. مظبوط. هو المفروض هو يحلم ويحط فيجن مع الماركتنج ايجنسي ويفكروا مع بعض يوصلوا له ازاي. بلاش كده، ده انا هقول لك على حاجه، ده في دكاتره يقول لك تعالى انا هجيب ميديا باير وهجيب الديزاينر وهجيب الميديا ايجنسي اللي هيروح اصور عندهم وانا اللي هتعامل مع الناس دي كلها. عارف عامل زي ايه؟ زي اللي بيجيب مهندس ديكور وعايز يطلع بحاجه محترمه، وزي اللي بيروح يتعامل مع الصنايعي يقول لك انا هجيب النجار وهجيب النقاش وهعمل كذا وهرسم بايدي مفيش مقارنه. اقول لك حاجه، هو اللي جاب نقاش وجاب الورك جروب ديت واشتغل بيها شقه وقفله كمان، يعني برغم ان المثال وحش جدا من غير مهندس ديكور صعب طبعا. لكن تخيل ان هو جايب ماركتنج تيم عنده ان هاوس والماركتنج تيم ده مش بيحصل له ديفلوبمنت. الماركتنج ايجنسي مضطره ان هي تعمل ديفلوبمنت لنفسها، فانت بقيت تملي سقف الماركتنج عندك هو السما. انما لو بقى ان هاوس هو سقفه هو مع الموضوع متواضع. دي قصه ان انت بقى لو انا شركه اجيب حد معايا جوه ولا اجيب ماركتنج ايجنسي من بره، ده موضوع كبير. دي قصه بقى يعني فيها كلام طبعا عايزينك تقول لنا بقى. لكن احنا بنتكلم على قد مثلا سمول بزنس وعنده من الوقت ما يسمح انه يجيب ميديا باير لوحده، ديزاينر لوحده، يروح يصور في استوديو، يجيب حد يعمل له كونتنت، يقعد على الجروبات ويهاير ناس. بالظبط عامل زي اللي جايب كل حاجه لوحدها وقاعد بيركبها على بعضها. طب انت عندك من الوقت النهارده لو الميديا باير ده اثر معاك تقدر لا ده هم بيعملوا الاعلانات ساعات بنفسهم. ده احنا بقى يعني هطلع من الحته دي ان هو الراجل ده دلوقتي بقى ايه مشغول وبدا يقول لك اجيب تيم يعملوا الحاجات دي، بس انا اللي همانج التيم. تخيل. طب انت عندك الوقت انك تمانج التيم وانك تحكم على ادائهم، عندك وقت انك تقيم الكونتنت كريتور اللي معاك وتشوف الكي بي ايز عامله ازاي. انا بشوف بعض انواع اللي هي البيزنس اللي بيبقى ده يعني ماشي معاها حد مش بيقدم يونيك برودكت، يعني مثلا هدوم حريمي، بيجامات، هي اللي موجوده زي عند كل الناس، عند كل الصفحات، بتكون معتمده على واحده بتطلع لايف، بتعمل اعلان بشكل معين، بتجيب يو جي سي مثلا او كده. ممكن الموضوع ده بتهيألي يعدي، يعني مش محتاج هي اكتر من كده لان ما يعتبرش براند، حد بيبيع حاجه من الموجود في الماركت، انما حد عنده حاجه يونيك. يعني خليني نرجع للمثال بتاع مهندس الديكور. تخيل النهارده انا عندي محل وعملته من غير مهندس ديكور وجبت النجار وقفت عليهم وانا فاضي. طب انا بكره بقيت براند وعايز افتح فروع، بتكلم على السكيلابيلتي بنفس الطريقه ولا لازم يبقى معايا اصلا شركه محترمه؟ عمرك شفت براند بيشتغل من غير شركه ديكورات؟ نفس الكلام. ازاي براند وعايز يكبر، احنا بنتكلم على براند مش على سمول بزنس، وعايز يكبر ويتوسع ويقول انا هشتغل بحاجه صغيره؟ لا ده انت لازم تكلمنا بقى على دوت في حته السكيلابيلتي جوه اداره الماركتنج ايجنسي نفسها.
احنا كنا بنقدر الحمد لله نقدر نعمل حاجات كتير بايدينا، يعني نقدر نمسك فوتوشوب ونعمل ديزاينز معقولة تعدي، ونقدر نعمل ميديا باينج بشكل كويس، نقدر نكتب كونتنت بشكل كويس، لفينا على كل لا احنا قبل الادوار. اصلا ما نفكر ان احنا نعمل ميديا ايجنسي احنا فضلنا سنين بالظبط. الاول بنشتغل حته على قدنا. يعني انا نعمل كنت في وقت من marketing الأوقات agency قصدك. بشتغل بصور، حتى اشتغلت فوتوغرافر فتره مظبوط، طويله. حصل. اشتغلت حاجات كتير جدا، اشتغلت لو تفتكر علمنا ميديا باينج واشتغلنا مظبوط شغالين. مظبوط، انا ايفن كنت بشتغل فوتوغرافر في وقت من الاوقات. فاكر. فوتوشوب اتعلمنا وانت كنت بتشتغل شوب فوتوشوب. كويس جدا، كنا بنطلع ديزاينز حلوه قوي. اتعلمنا كونتنت رايتنج بالظبط، جوجل اد، كل جوجل ادز. الحدوته بس لفينا وانس عليها. قلنا بقى يلا عايزين نكبر مظبوط. يعني بدل العميل يبقوا 10 بدل 10 يبقى 20 يبقى معانا تيم. طب القصه مش بس في التيم، انا ممكن اجيب تيم لكن القصه في السيستم اللي هيقدر ايوه يسكيل مع التيم ده. ودي ده اللي اصعب كنت عايزك حاجه بقى، تقوله لنا بالظبط كده. اصعب حاجه انك تحط السيستم مم. اللي انت تقدر تطلع بيه نفس الكواليتي. ايوه كل لما عدد التيم معاك زاد بس ستيل انت لسه بتطلع نفس الكواليتي. ودي دي مش سهله، ولو دي حاجه سهله كان اي حد يعني. احنا عشان نوصل لها فعلا قعدنا فتره طويله، كل تكايه بنعملها بايدينا بنقوله ازاي تتحول بعد كده لسيستم. بالظبط. احنا الحمد لله هو ربنا فكرنا تملي ان اقوى ميزه عندنا هي حته التفكير، ان احنا نفكر كماركتنج، هنفكر للكلاينت، نفضل في تواصل مباشر معاه. بس اللي بعد كده قوتنا في الماركتنج، قوتنا في البوصله. طب انت هتوجه التيم كله، انت مش مجرد كنت لعيب كوره شاطر، لا ده انت قدرت تبقى كوتش شاطر، وتقدر تبقى دايركتور للجزء ده كله، وتطلع كواليتي احسن كمان على فكره. طبعا المفترض ان الكواليتي تبقى طبعا افضل، وده حصل معانا على فكره. وده حصل. انت كل لما بتضيف عضو معاك في التيم قوي كل بالظبط. ما البرفورمانس بتاعك والنتائج بتبقى اعلى. بالظبط. من كام يوم جيت اقول لك احنا موضوع ريواردنج سيستم للناس اللي شغالين الديزاينرز والناس دول، قلت لي بص مشي زي ما بيقول الكتاب. قلت لي ايه؟ قول لي كده يومها. لا مش فاكر. اقول لك، انت قلت لي خلينا نعمله على جوجل شيت عادي، نعمله حاجه انت ايه انت دايما تلاحظ عندي حته ايه وانا بعمل اي حاجه دلوقتي ببص لها بعد 5 خطوات 10 خطوات هتبقى عامله ازاي. فتعالى نبني، انت قلت لي تعالى نبني سوفت وير للريواردنج بتاع التيم. قلت لك تعالى نعمله اول على اكسل شيت عادي جدا، نشتغل بيه، نشوف مميزاته عيوبه، نسكيل تدريجي، هوب اوتوماتيك بقى سيستم. مظبوط. نبني بقى سيستم. ده احنا بنعمله تقريبا في كل حاجه بنفكر فيها. مظبوط. مش بنبني السيستم الا لما من اول بنشتغل ونجرب ويتدرب عليه. مظبوط. فدي حته السكيلابيليتي ديت يعني خطيره جدا. ليه بقى يا دكتور احمد؟ انت النهارده لو ما عندكش السيستم اللي سكيلابل، انت فعلا مع دخول العملاء انت بتخسر سمعتك وبتخسر اسمك، لان انت مش هتقدر تحافظ. ده في اي بزنس، مش بس في الماركتنج. مش هتقدر تحافظ على نفس الجوده اللي انت بتقدمها مع زياده الفلو. الفيلير بيحصل يا دكتور فوزي مع السكيل. سكيلينج وانس ان انت بتسكيل وما كانش السيستم بتاعك مهيئ للسكيلابيليتي اللي انت كنت بتخطط لها، هنا يحصل فيلير. انت فاكر لما اوقات كنت بقول لك بلاش ندخل عملاء دلوقتي، استنى بلاش الحجم ده من العملاء في الوقت الحالي، احنا مش مهيئين ليه. تعالى الاول نجرب بعميل من النوع ده، ثم نحط سيستم، ثم ندخل منه 2 3 ثم حصل. ده طبيعي، لان الصعوبه مش في ان انت تجيب العملاء، الصعوبه في ان انت تحافظ على العملاء. مظبوط. دي من اخطر الحاجات حاليا موجوده في الماركت. خلاص. ومسؤوليه الماركتنج اللي هو بالمدرسه اللي احنا بنتكلم عليها، هو مش مجرد حاجه بتعمل حاجه شكلها جميل، انت مسؤول عن وصول البرودكت دوت اللي محتاجه. ده صعب جدا. ده صعب. ده سبب من اسباب دكتور. انت مش بتلاحظ في الايام اللي احنا فيها دي يقول لك العميل ما بيقعدش معايا شهر او شهرين، ما عشان هو ما عملوش ماركتنج اصلا، وعمل له شويه ميديا حلوين. انت اديته اكسبكتيشنز ان انا ماركتنج بالظبط، فانت معاك الحل السحري، اشتغل معاك شويه، هوب ايه ده، اعلان جاء اوردر، اعلان جاء زبون، جاء رساله فرح زعل، هوب جاي احسب فلوسه بعد كام شهر نفسه خسران. لك شكرا. حصل. هفكرك بمثال في ايام ما كنت بكتب كونتنت. ديزاينر من الشباب اللي معانا قال لي مين اللي بيكتب لكم الكونتنت الاكونتات بتاعتكم؟ قلت له احنا بنساعد مع بعض بس دوت انا اللي كاتبه. قال لي طب ما تكتب لي. فعملت له بوست كسر الدنيا. كان حاجه تقريبا تقدر تتحدى السمكه، وكنت بتكلم على ان السمكه تركيزها ما بيزيدش عن 3 ثواني. أيوه. وان الديزاين هو كان بوست شكله جميل. تخيل ما كانش بيجيب له بيع،
ما هو انا بكتب شكله حلو ودي بكتب حته حلو، من بس كنتش وقتها فاهم ان يعني ايه البوست ده المفروض يبقى بوتوم اوف فانل عشان صاحبنا دوت هيعمل عليه اعلان وهو خلاص مخلص الميدل اوف فانل ما كنتش عارف كده. عملت له بوست شكله حلو زي الديزاين اللي شكله حلو وزي الكلام اللي شكله حلو. فالنقطة دي اتعلمناها مع الوقت، وهنا كان الماركتنج. عارف انت فكرتني بحاجه من ضمن الناس اللي كانوا جايين يعني اشتغلنا معاهم. شاب كان جاي يشتغل معانا في الكونتنت وقال لك ايه لما جيت اقرا البروفايل بتاعه، قال لك انا عندي خلفيه عن ميديا باينج واشتغلت ميديا باينج، بس انا مش اجمد ميديا باير. اشتغلته فوتوشوب بس مش بعمل احلى ديزاينات، مظبوط، حلو شاطر. وبعمل كونتنت بس دي لعبتي. الواد ده انا قلت هو ده اللي احنا بندور عليه، عنده خلفيه عن كل حاجه وبص عنده ستوري بس تيلينج هو متخصص. هو شدني من اول ما شفت البوست بتاعه، دخلت مين ده قعدت ادور، جبت قلت له ابعت لي بروفايله. صح، هو ده اللي احنا بندور عليه. احنا رحلتنا متخصص. مظبوط، رحلتنا في البحث جوه الفوتوغرافي اللي انت كنت ولا زلت محترف فيها، الميديا باينج الحاجه كانت عشان نعرف ندور تيم. يعني احنا اليومين دول قاعدين بنذاكر مثلا ايميل ماركتنج عشان بنحط كوادر عندنا عشان موضوع الايميل ماركتنج، انما مش هنعمله بايدينا. هي دي التكه. والقصه هو العلم بيتطور قوي والتخصص بيصعب الدنيا ومحدش عارف يعمل كل حاجه. حقيقي. احنا بنحاول نبقى عندنا باك جراوند عن كل حاجه. في بعض التاسكات بنعملها ستيل لسه بايدينا لغايه دلوقتي، مظبوط، عشان ايدينا دماغنا ما تصديش زي ما بيقولوا. ايوه لكن في النهايه ادي العيش لخبازه. مظبوط. احنا بنقول للناس ادي العيش لخبازه، فاحنا كمان بندي العيش لخبازه. بنجيب اللي بيكتب الكونتنت ده راجل بروفيشنال في الكونتنت كريشن، بيعمل ميديا باينج، راجل ما بيعملش اي حاجه غير ان هو ميديا باير. مظبوط. راجل بيعمل ديزاينر. فجاه ما يجيش يقول لي اصل انا ديزاينر هو ممكن اشتغل لك شويه اعلانات، شكرا مش انت اللي انا بدور عليه. لدرجه ان احنا جوه الفيديو تخصصات اللي بيشتغل بالاي اي مش بنشغله في حاجات تانية. حتى في الديزاينز يا دكتور احمد، انت مش ساعات في ديزاينر يقول لك ده لايق عليه الاكونت ينفع معاك في اكونت والاكونت التاني مش تخصصه ومش حصل بتاعه. حصل التخصص ده حاجه يعني احنا بجد في زمن التخصص فيه فعلا ما بقتش حاجه الناس بتدور عليها. لا. كل حاجه كام بكام. مظبوط. كام بكام دي ما بتاكلش عيش. لا بس اللي عنده فيجن بيفهم دوت. عندي بقى ليك، ونبدا بقى من هنا. عندي ليك شويه اسئله صعبه شويه، ولو عايز ترد عليا بعض الحاجات تقول لي اختيارات ماشي. اوكي. هي السرعه اهم ولا الاتجاه؟ دي نقطه خطيره جدا. دايما هو ده موضوع البودكاست، واسم البودكاست بتاعنا بوصله. يعني انا لو بقول يرجع الزمن الناس ما تلبسش في ايديها ساعه، هتلبس في ايديها بوصله. دي مبالغه صح؟ عشان كده سمينا البودكاست بتاعنا البوصله. بالظبط. السرعه ولا الاتجاه، انا لازم اعمل بالانس ما بين الاثنين. في ناس بتقعد ورا الشاشات كتير قوي في البريبريشن وفي الهوم ورك بتاعهم وفي الاناليسيز وفي الاستراتيجي كتير قوي في البرفكشن، حتى في الكونتنت في الديزاينز يقعد يعيد الديزاين. احنا دي مصيده. احنا بنقابل ده خصوصا مع الناس اللي بيشتغلوا معانا وهم بتكنيكال باك جراوند. الديفلوبرز الديفلوبر عندهم هناك البروجكت غير عندنا. هو عنده موبايل اب، ده بروجكت ممكن يقعد شغال فيه سنه كامله، بيهد ويبني 100 مره لانه في الاخر هيطلع بوان بروجكت. كلام سليم. بيتعامل مع البيس اوف كونتنت عندك سواء ديزاين او فيديو وكانه بروجكت وكانه هيطلع مره واحده. احنا هنا ساعات ممكن نقول ايه، يلا نطلع ب 90% المرات MVP، مش لازم 100%. حتى مش شرط MVP، تعال نطلع بديزاين يا سيدي 90% 95% وان شاء الله المره الجايه 100%، مفيش مشاكل. مزبوط. بس لازم اطلع. فانا لازم اوازن هنا ما بين السرعه وما بين ان انا اطلع يعني الكواليتي قصاد السرعه، الاثنين مع بعض. لازم اعمل بالانس ده. يا هفضل ورا الشاشات فتره طويله عشان افضل بقى اوصل لنتيجه ل 100%، يا هقول هاجي شويه حساب الكواليتي حاجه بسيطه بس هي تبقاش اصلا ممكن ما يبقاش حد واخد باله منها، وهجود طول ما انا شغال. ما انت طول ما شغال بتطور، اهم والوقت اهم. وانت بتطور وانت معلش، بس انت في الاتجاه الصحيح. هو انت وصلت 100%؟ لا، ولا عمرك هتوصل له. بالظبط. ولو جيت في وقت ما قلت انا 100%، تعرف هتقول ان دي بدايه ان الستاندرد بتاعتي وقفت غلط اصلا. مظبوط. مش حاجه اسمها 100%. احنا بنبص على اكونتات كنا مشغلينها من زمان، مش عايزين نحط دوت على الويب سايت بتاعنا اصلا، شلناها من على الويب سايت. بالظبط. ودلوقتي هتيجي بعد فتره تقول لا وهكذا. طول ما انت عمرك ما هتوصل ل 100%. تخيل انت مستني في بيس اوف كونتنت او في فيديو توصل 100%. لا ما ينفعش.